اتعرف عليكم. مدام حنان والله موظفة في التومين. اهلا بحضرتك، اتعرف على حضرتك. اسمي أروى. ايه رأي حضرتك في السوشيال ميديا؟ والله هو كويس، في حاجات كتير كويسة جدا بتفيد الشباب وبتفيد الناس، في حاجات الناس بتستعملها والشباب في حاجات مش كويسة. يعني بالنسبة لحضرتك كان ليها سلبيات مع حضرتك ولا ايجابيات؟ لا يعني كده وكده بصراحة. أنا لما بشوف حاجات فيه مش كويسة فبضطر إن أنا أقول لبناتي يعني ما بتحضروش الكلام ده وكده، فشوفوا حاجات تفينكوا وحاجات تقويكوا، برنامج إنجليزي برنامج كده تقووا بيه أحسن من الحاجات تيك توك والبرامج التانية التافهة، فبتبقى حاجات. يعني حضرتك عندك رقابة على أولادك في البيت؟ عندك أطفال؟ لا والله هم كبار وشباب ما شاء الله، مجوزة بناتي ودي أروى الأخيرة يعني. يعني حضرتك بتتعاملي مع السوشيال ميديا من خلال ايجابياتها بس، حريصه على انهم هم يستفيدوا بايجابياتها بس. طبعا بتفيد جدا، وفي حاجات ما بتفيدش، في حاجات بتخسر الاطفال الصغيرين، بيعملوهم توحد وامراض كتيره، وحاجات بتفيد الناس طبعا. اكيد. وحضرتك؟ هو انا شايفه ان السوشيال ميديا او التليفونات او الايباد او الحاجات دي هي مضره جدا بالاطفال، بعيدا عن الكبار، لان الكبار بيبقوا كبار يعني هم عارفين كويس جدا ايه الصح وايه الغلط، تمام، فهم مش محتاجين حد يوعيهم ايه الصح والغلط، لان هم اوريدي بيبقوا عارفين صح من الغلط. بس الاطفال اللي بيبقى سنهم اقل من يعني من 5 سنين 6 سنين 7 سنين، والاطفال اللي في السن ده بيجي لهم توحد، بيتربوا على حاجات غلط، بيطلعوا على حاجات غلط. لكن كان ممكن نبدل السوشيال ميديا مع الأطفال بالرياضة، السباحة، الكورة، كل الحاجات اللي احنا اصلا اتربينا عليها قبل كده واللي احنا شفناها. عشان كده احنا كان الفئة اللي احنا اتربينا عليها ما كانش عندهم توحد، فالتوحد زاد دلوقتي بسبب ان اي بقت عادي يلا خد التليفون وابعد عني. فهم لو يعني يقطعوا الحته دي وما تبقاش موجوده، بالعكس الاولاد هيطلعوا كويسين جدا اخلاقيا ودينيا، ويهتموا بالدين شويه مع الاطفال، بدل ما هم بيتعلموا تيك توك وتلاقي الطفل عنده 5 سنين واقف بيلعب على التيك توك وحافظ كل الاغاني الشعبي. كان ممكن لا يعني يتعلم دينه اكتر، يستفاد بحاجه كويسه، يعني حاجات احنا نعرف ننمي بيها الاطفال عشان يطلعوا صالحين في الاخر، مش بالاطفال اللي انا شايفاهم اليومين دول بصراحه. يعني حضرتك شايفه دلوقتي ان الاب او الام لما يتخذ قراره ان هو يقلص او ان هو يمنع ابنه او بنته من السوشيال ميديا خاصه الاطفال، القرار بتاعه ده او التصرف بتاعه صح ولا غلط؟ هل هو كده يعني بيحسس الطفل مثلا ان هو اقل من زمايله، لما زمايله مثلا في المدرسه كلهم بيستخدموا السوشيال ميديا وهو بابا حرمه؟ يعني دي ما فيهاش حته نفسيه تاثر على نفسيه الطفل، ولا هو الافضل ان هو ما يحرموش خالص ويبتدي ينظم او يراقب تواصله مع السوشيال ميديا واستخدامه ليها؟ هو المفروض طبعا اكيد ينظم، لان احنا دلوقتي بقينا في مجتمع يعني ما يمنعش نهائي. لا هو ما يمنعوش نهائي، بس يبتدي يديله التليفون من بعد سن معين، هو يبتدي ان هو يفهم فيه برضو الصح من الغلط، ويبتدي هو يقول له يوجهه يعمل ايه في التليفون وما يعملش ايه. ودلوقتي بقى في برامج تقدري تراقبي بيها تليفون الطفل عندك، بتشوفيه فاتح ايه مش فاتح ايه، بيراقب يعني مراقبه، بس في نفس الوقت ايه انت بتحافظي عليه. هو لما يكبر هيفهم ان انت كنتي بتحافظي عليه، ما كنتيش سايباه زي طيش العيال اللي موجود الايام دي. شكرا ليكم، اتشرفت بيكم خالص، واحنا هنذيع موافقين.